صباح الخير، صباح النور على احلى مشاهدين ليا في الدنيا، او مساء الخير، مساء الفل على ست الكل، يا ست الناس، يا ست الكل، يا غاليه. انا النهارده جبت لكم طريقه سهله جدا للسمك، ان احنا بنشوي السمك زي ما انتم شايفين. شويناه في البيت، وفرنا 30 جنيه اللي بنشوف الكيلو. طبعا الدنيا غاليه ومولعه نار، فانا رحت جايبه سمك بوري، وجايبه سمك دوت على فكره مش بولتي، دوت سمك فراخ. انا جبت قلت ايه هو احنا بنقليه، بس انا قلت النهارده ان انا هشويه. ماشي. وبعد كده في معلومه عايزه اعرفها لكم. بلاش ان انتوا تسمعوا الكلام اللي بيتقال على النت وتصدقوه، لان كله والله العظيم لا، مفيش حاجه، يعني في كلام صح وفي كلام مش صح كتير. يعني انا ما شفت على النت وعلى اليوتيوب قالوا لي ايه، رش حبه ملح ورش حبه رده في الطاسه او في الصينيه وحط السمك، مش هتلاقي دخانه خالص. اقسم بالله انا كان بيتي بيولع. اقسم بالله انا والله العظيم ثلاثة، انا ما كنت شايفه كف في ايديا. فما تصدقوش اي كلام بيتقال. ماشي. انا عملت زي ما هم قالوا، يا ستي هاتي الطاسه، هاتي الصينيه، انا عامله غطا حل المونيا كده بشوي عليه السمك، بحط حبه الرده واقوم شاويه السمك بتاعي وخلاص على كده. اعملي زي ما انا بقول لك كده، البساط احمدي. خلاص كده هنشوي السمك بتاعنا وهتشوفوه وهتدوقوه، هتلاقوه حاجه جميله جدا. يلا بينا نبتدي ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تعالوا معايا. بصوا بقى، انا النهارده طبعا احنا كلنا في بيوتنا المصريه بنعرف نشوي السمك. فانا النهارده نزلت جبت السمك البوري ده وسمك الفراخ دوت. طبعا سمك الفراخ ده احنا بنقليه، بس انا النهارده قلت ايه هجرب تجربه كده، هنشويه مع السمك البوري. طبعا السمك البوري والسمك الفراخ ده لازم يكون فيه ميه زي ما انتم شايفين كده، علشان لما نيجي نشويه هنشويه ولازم الرده تمسك فيه طبعا ميه. خلاص كده. يلا بينا الاول صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احنا هنعمل جبنا ايه بقى، رحنا جايبين السمك البوري ده والسمك اللي هو الفراخ وهنشوه دلوقتي. يلا واحده واحده مع بعض ونشوفوا احنا هنشوه ازاي. زي ما انتم شايفين جبنا الصينيه القمرايه بتاعتنا دي، وهنروحوا جايبين فيها السمك اهو بعد ما غسلناه بالميه زي ما انتم شايفين اهو. هنحطوه كده علشان نحط عليه ايه الرده بتاعتنا. خلاص كده اهو. هرصه كده، وبعد ما هرصه كده هنروحوا نازلين عليه ايه بقى بالرده بتاعتنا زي ما انتم شايفين. خلاص اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. هيبقى حاجه تحفه وجميله باذن الله، وهتجربوه وهتدعوا لي والله. انا عارفه ان انتوا كلكم ستات شاطرين وامامير وبتعملوا السمك المشوي وتشوي. طب احنا ليه نروح نشووه الكيلو ب 30 جنيه دي، واحنا بسم الله ما شاء الله الغلو والدنيا مولعه نار؟ طب ما نعملوه في بيتنا، حاجه سهله وبسيطه، وهقولك تعمليه ازاي يا ست الكل. ماشي يا غاليه. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله. خلاص. يلا بينا بقى ايه. طبعا اهو انا هبدره كله على بعض زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هروحوا ايه، يلا بينا نروح على النار. بصوا حبايبي، انا الطاسه دي انا عاملاها مخصوص علشان بنشوي فيها السمك. معلش المنظر ده ما يكونش دعوه بالحاجات اللي هي ايه على الظروف دي. اول حاجه بنجيب طاسه او صينيه عندك، اي حاجه متاحه، ونروحوا جايبينها، ونروحوا ايه بقى ما التكايه اللي هتخلي ما يطلعش دخان عندك وانت بتشوي السمك، ان هنجيبه ملح. الملح ده حاجه جميله جدا، مش هتخلي عندك دخانه خالص. فين؟ في المطبخ بتاعك وانت بتشوي السمك. بعد ما حطينا اهو، انا حاطه الطاسه على النار وحطينا الملح بتاعنا الاماره زي ما انتم شايفين. هروحوا جايبين ايه، هروحوا جايبين حبه من الرده بردك اهو، وهنروحوا رشينها عليها ونسيبوها لحد ما تسخن، وبعد كده هنرصوا فيها السمك بتاعنا. انتوا شايفين اهو. هروحوا حاطين السمك بتاعنا اهو زي الامورايه كده، حاجه حاجه بالراحه كده. انا هحط الاول ايه السمك البوري، هشوي البوري. خلاص كده. وبعد ما هشوي البوري هنقوم ايه شاويين اللي هو الفراخ. خلاص. طبعا علشان خاطر كده، عشان الدخانه بنروحوا ايه مغطيينها وايه ونسيبوه عشان الدخانه ما تطلعش. شايفين اهو كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هتعملي بقى يا مها، هنقلبه السمك بتاعنا هنشوفوه عمل ايه. بسم الله ما شاء الله. معلش اهو. ايه ده، ايه يا بنت الجمال ده، بسم الله ما شاء الله اهو. طبعا كده الوش الاولاني هنعمله بقى ايه الوش التاني. طب على بال، معلش انا اسفه، على بال ما هنقلب السمك ده هنروح نعمله الخطوه التانيه ايه هي مها، هنروحوا نعمله الميه اللي احنا هنحطه فيها السمك بتاعنا.
يا جماعة معلش أنا آسفة جدا جدا جدا، سوري. أنا بعد ما صورت معاكم آخر مقطع وشوينا السمك في الطاسة، فأنا طلعت وكنت صورت المية بتاعت التتبيلة واللي أنا عملتها، وبعد كده بصيت لقيت بقول فشل إن ما صورتش. فأنا زعلت جدا جدا إن أنا اللي أنا صورته ما نزلش، فاعذروني. فأنا هقول لكم أنا عملت إيه بعد ما طلعت السمك من المصفى بتاع الطاسة اللي احنا شوينا فيها. رحت جايبة حطيت ميه من الحنفيه، ورحت جايبه حطيت ليمون وخل، وحطيت معلقه توم وهرسه الشطه وكمون وكزبره ناشفه، ورحت مقلبه كله، والكزبره الخضراء بتاعتنا دي طبعا، ورحت مقلبه كله وسقطت فيه السمك. وزي ما انتم شايفين ادي سمك البوري وادي سمك الفراخ. وبعد كده رحت مطلعاهم زي ما انتم شايفين، ورحت عامله طبق مسقعه تحفه تحفه تحفه. انا عملتها كذا مره، بس المسقعه انتوا طلبتوها مني. المسقعه عملت طبق مسقعه جنب منها وطبق جرجير، ولسه هجيب كمان طبق مخلل وعيش او رز ابيض. ودي اكله تحفه وجميله، دول الاسكندراني هم اللي بيحبوها. وهشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي لايك وشير ويحط لي نقطه ويكبر القناه بتاعتي بالتعليقات بتاعتكم. ومتشكره جدا 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 لكل واحد بيدخل القناه بتاعتي وبيتفرج عليها. واشوفكم في وصفه جديده باذن الله من مطبخ منوعات ماما مها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.